الحمد لله رب العالمين. خلق آدم من طين فسواه، رد إلى يعقوب بصره حين ابيضت عيناه، وقال لحبيبه ومصطفاه: واصبر وما صبرك إلا بالله. الملك ملكه، والحكم حكمه، والقضاء قضاؤه، أمره بين الكاف والنون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، خير من ابتلي فصبر وأعطي فشكر. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، لقد أخبرنا القرآن الكريم أن هذه الدنيا التي نعيش فيها هي دار الابتلاء ودار الاختبار، لا تدوم على حال ولا يدوم لها حال. إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه الآية الكريمة نزلت في أعقاب غزوة أحد، عندما جرح من المسلمين الكثير، واستشهد منهم أيضا 70. وذهب الصحابة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكين إلى رسول الله ما أصابهم من جروح وإصابات وفقد لأحبتهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقد يكون الابتلاء بالخير وقد يكون الابتلاء بالشر. إن أعطاك الله عز وجل المال الكثير فأنت مبتلى، وإن من الله عليك بالصحة والعافية فأنت مبتلى، وإن مرضت فأنت مبتلى، وإن فقد عزيز لديك فأنت مبتلى. وصدق الله العظيم إذ يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لكن شأن المسلم الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. بشر الله عز وجل الصابرين في آيات قرآنه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، أي أننا ملك لله سبحانه وتعالى، يتصرف فينا كيفما يشاء، يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. لقد أمر الله سيدنا رسول الله بالصبر، فقال له: واصبر وما صبرك إلا بالله.
وقال له ربنا سبحانه وتعالى: فاصبر صبرا جميلا. ولكن ما هو الصبر الجميل؟ الوقوف عند البلاء بحسن الأدب. الصبر الجميل أن تبتلى وقلبك يقول الحمد لله. قالها سيدنا يعقوب عليه السلام عندما أتى إليه أبناؤه بقميص يوسف الملطخ بدماء الشاه، قال لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لنا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة، فقد مات أبناء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولم يبقى بعد رحيله إلا فاطمة الزهراء رضي الله عنها، كانت أول أهل بيت رسول الله لحوقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فقد ابنه وفلذة كبده إبراهيم، كان ما زال طفلا رضيعا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه وقبله بين عينيه، وذرفت الدموع غزيرة من عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له صاحبه عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله، أنت تبكي يا رسول الله؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنها رحمة، ثم أتبعها بأخرى وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وأعظم المصائب موت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع، وتوفي أيضا في ربيع. وكان بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات لأحد الصحابة عزيز أو قريب يعزونه قائلين: يا أخي يا أخي اذكر مصابك في رسول الله، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، وإذا أتتك مصيبة تشجى لها فاذكر مصابك بالنبي محمد. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. السيدة أم سلمة رضي الله عنها سمعت من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يبتليه الله عز وجل فيقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. تقول: فلما مات أبو سلمة قلت اللهم اخلف لي، أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ولكن من هو خير من أبي سلمة؟ وأبو سلمة صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يطرق بابها يطلب يدها للزواج، فقالت: يا رسول الله إني امرأة غيرة، يعني عندي غيرة شديدة. قال: أما غيرتك فسيذهبها الله عز وجل. قالت: ولي أولاد. قال: أما أولادك فمع أولادي، يعني مع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم.
وأنا امرأة مسنة. قال قد أصابني مثل ما أصابك، قد بلغت من السن مثل ما بلغت. فأخلف الله لها خيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوجت من هو خير من أبي سلمة، تزوجت سيدنا رسول الله وصارت من أمهات المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. والله عز وجل أعلم بحال العبد. حمدك قال الحمد لله، واسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. لقد أعد الله عز وجل للصابرين ثوابا عظيما، فقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرون يؤتون أجرهم مرتين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. صبرنا أم لم نصبر فقضاء الله عز وجل نافذ لا محالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. أسأل الله عز وجل أن يرحم المتوفى. اللهم ارحمها رحمة واسعة. اللهم إنك غني عن عذابها فلا تعذبها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله يا رب حفرة من حفر النيران. اللهم وسع لها في قبرها مد بصرها. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت غير ذلك فتجاوز عن سيئاتها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر اللهم لنا ولها، والحقنا بها على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. شكر الله مسعاكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. منتدى حمد بيوم الإسلامي